الحبل ده حرفيا ممكن يغنيك عن كل انواع الرياضة ويظبط جسمك، بس لو اتعلمت نط الحبل بالطريقة الصحيحة. في الفيديو ده هوريك التجربة الكاملة ليا وانا بحاول اتعلم نط الحبل، وهتكلم عن الصعوبات والتحديات اللي واجهتني. ولو انت ما بتعرفش تنط الحبل فانا جايب لك الحل في اخر الفيديو. لكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك والشير. في البداية أنا ما عنديش أي خلفية عن موضوع نط الحبل ده، ومليش أي تجارب ولا محاولات سابقة عن نط الحبل، فأنا عارف من البداية إن الموضوع هيبقى فيه صعوبة كبيرة بالنسبة لي. وعلشان أنا محتوايا بجرب وأتعلم حاجات جديدة وبشارك التجربة معاكم، فلازم أحاول. رحت اشتريت حبل من محل أدوات رياضية وبدأت أول خطوة في لعبة نط الحبل. طبعا حبيت أجرب بدون تدريب بدون أي حاجة. لقيت تقريبا مفيش ولا خطوة صح بعملها في نط الحبل، بالإضافة إن المكان كان ضيق وما كنتش عارف أجرب بحرية أو أتعلم الخطوات صح. طيب إيه الخطوات اللي المفروض تعملها علشان تتعلم نط الحبل بطريقة صحيحة؟ أول حاجة طول الحبل. أعرف الطول المناسب إزاي؟ كل اللي عليك تحط الحبل تحت رجلك وتمسك الطرف التاني وتخليه تحت ايدك بالطريقة دي. اذا كان مقاسه مظبوط كده يبقى ده المقاس المناسب، واذا كان اطول او اقصر حاجة بسيطة مش هيضر، لكن يفضل يكون المقاس مظبوط بالطريقة دي. وطبعا في انواع حبال بتتأثر عادي وتظبطها على المقاس المناسب ليك، لان ده هيريحك في اللعب كتير. وانا حتى قبل ما اعرف موضوع المقاس ده لفيت الحبل على ايدي علشان اعرف هو الحبل طويل ولا مظبوط، وجربت ولقيت الموضوع مش ظابط معايا. فلازم تتأكد من مقاس الحبل اول حاجة. تاني حاجة التمرين على الايقاع. نط الحبل بيظبط لما تفهم الايقاع، امتى ترفع رجلك وامتى الحبل هيعدي وامتى تاخد نفسك، لانك بتعمل كذا حاجة مع بعض في نفس الوقت، فبتبقى محتاج تمشي برتم معين وكل الخطوات ماشية بتناغم تخليك تستمر لأطول فترة ممكنة من غير ما تتلخبط. وطبعا أهم حاجة إنك تعملها بالطريقة الصحيحة. نط الحبل ليه ستايلات كتيرة، هنا أنا مش بتكلم عن النقطة دي، أنا بتكلم عن الستايل العادي بالطريقة الصحيحة. ولو ركزت في أهم نقطتين في نط الحبل وعرفت تعملهم صح هتبقى وصلت لمرحلة حلوة جدا، وتقدر بعدها تطور مستواك بطريقة سهلة. ايه هما النقطتين؟ النقطة الأولى الجامب. المفروض ان جسمك كله يبقى باستقامة واحدة وبتعمل الجامب بكامل جسمك بدون ما تتني ركبتك. النقطة التانية وهي حركة ايدك. حركة ايدك بالحبل المفروض ان كف ايدك بس هو اللي يتحرك، الجزء اللي انت ماسك بيه الحبل. مسكة الحبل ليها طرق كتير، ممكن تمسك كده وممكن تمسك من طرف الايد كده، والاغلب بيمسكوها بالطريقة دي. المهم تكون متحكم في الحبل كويس ويكون مرتاح في الايد. لو ظبطت النقطتين دول بالتمرين طبعا هتعرف تلعب نط الحبل كويس. طبعا في حاجة مهمة وهي تنظيم النفس. تنظيم النفس من اهم الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتتعلم او بتلعب نط الحبل، لانك لو اتنفست بسرعة هتتعب، ولو كتمت النفس مش هتقدر تكمل حاجة وهتحس بارهاق على طول. فالصح انك تاخد بالك من النفس وازاي تظبطه وانت بتتدرب على الحاجات اللي قلنا عليها. وقتها هتقدر تعمل اعداد كبيرة في نط الحبل وانت مستمتع، وفي نفس الوقت اديت جسمك التمرينة اللي هو محتاجها. يعني كده هتاخد بالك من الجامب، حركة الايد، النفس، وتتمرن عليهم كتير، وفي كل مرة هتلاقي تحسن في مستواك وعضلات جسمك بتشد لحد ما توصل لمستوى كويس جدا في اللعب. وتقدر بعد كده تدخل على مستويات تانية وحركات وستايلات جديدة من نط الحبل. هو نط الحبل مفيد في ايه؟ نط الحبل او القفز بالحبل هو تمرين رياضي مفيد لكذا سبب. بيحسن اللياقة البدنية عموما، وكمان بيقوي العضلات، وكمان بيحسن من قدرة القلب والرئتين على التحمل البدني، وبيساهم في زيادة التحمل العقلي وتحسين التوازن والتنسيق. وضيف على كده بقى ان نط الحبل تمرين حلو جدا لحرق السعرات الحرارية وتقليل الدهون في الجسم، وبيزود من مرونة الجسم وبيزود قوة العضلات الأساسية. يعني ما شاء الله كوكتيل من الفوائد. يعني انت لو مكسل تنزل جيم وعايز تلعب رياضة فنط الحبل بالنسبة لك خيار ممتاز. لما بدأت اتدرب على نط الحبل كنت بتمرن غلط. يعني مبدئيا الجامب مش كده خالص، المفروض مش اتني الركبة وانا بعمل كده، لكن الموضوع بيحصل تلقائي خوفا من ان الحبل يخبط في رجلي.
طيب ده ايه مشكلته؟ اولا انا زودت المجهود على نفسي، الجامب اعلى فالنزول على رجلي بيبقى متعب علشان زودت الحمل على رجلي، وده بدوره بيخلي الرجل تتعب بسرعة، وده مش الهدف من التمرين اصلا. وطبعا انا اتمرنت اكتر من مرة بالطريقة دي، فده خلاني بعد كده ما بقتش قادر ادوس على رجلي من التعب. وقفت كذا يوم لحد ما رجلي ارتاحت شوية وبعدين رجعت اكمل. لكن طبعا المشكلة ان انا بكمل بنفس الطريقة. طيب ليه ده بيحصل وليه بعمل كده مع اني عارف الطريقة الصح؟ عايز اقولك ان الموضوع بيحصل بطريقة تلقائية، يعني مش قاصد اعمل كده. الموضوع عامل زي واحد عارف كل حاجة عن السواقة بس يجي يسوق ما يعرفش، وده معناه ان الموضوع محتاج تدريب على الجسم والمخ مع بعض. ان الواحد يقدر يعمل التوافق ده ساعتها هيقدر يعمل بالطريقة الصح. وده ما يمنعش ان حتى الطريقة الغلط قدرت ألعب وأجيب عدد، لكن بعد كده رجلي بتتعب جدا وده اللي بيوقفني. الشكل الصحيح لنط الحبل زي اللعب اللي قدامك ده أخويا وما شاء الله عليه رياضي وبيلعب كورة، علشان كده عنده اللياقة إنه يقدر يعمل ده. ثواني بس كده، أنا تقريبا فهمت المفروض أعمل إيه بالظبط علشان ألعبها صح. وأنا بمنتج الفيديو لقطت كام حاجة المفروض كنت أعملها علشان أنط الحبل مظبوط، ووقفت مونتاج وقمت صورت تاني مع ان رجلي كانت تعباني جدا. الحاجة اللي المفروض اركز عليها استقامة الجسم في الجامب، وده اللي كنت بحاول اعمله، وكمان طريقة تحريك الحبل علشان يفضل يلف بطريقة سهلة وسريعة. وده باختصار انك بتستخدم الحبل يعمل قوة دفع وطرد مع بعض، يعني اول لفة بس هي اللي بترمي فيها الحبل لورا، وبعد كده قوة الحركة هي اللي بتخلي الحبل يلف، بس ايدك هي اللي بتوجهه. وطبعا فكرة اني اوصل من كده لكده دي حاجة انا مبسوط منها، وان شاء الله كام يوم تمرين كمان هقدر اتقنها بطريقة افضل. طيب افرض انا واحد عايز اتمرن نط الحبل من غير ما ادخل في قصة اني لازم اتعلم، او حاولت ومعرفتش زي حالاتي كده، فايه الحل؟ الحل في الحبل ده حبل من غير حبل، ايوه زي ما بقولك كده، معمول مخصوص علشان الموضوع ده. عبارة عن مقبض وحبل صغير وكورة صغيرة في طرف كل حبل زي تقال كده، وبالحبل ده تقدر تتمرن على الشكل والاسلوب من غير ما تقف ولا حتى الحبل يوقفك ويخبط في رجلك، وكده تقدر تتمرن بكل سهولة. طبعا مش معنى كلامي ان بقولك اعتمد على ده وسيبك من ده، لا طبعا، ممكن تعتبر ده مرحلة اولى. من خلال المرحلة دي تقدر تتدرب على الجامب الصح وحركة الايد وتنظيم النفس، وبعد ما تحس انك اتقنت كل الحاجات دي تقدر تنقل للحبل الطبيعي وتتمرن على اشكال وستايلات مختلفة. ولو انتوا حابين اعمل فيديو عن نط الحبل بالستايلات والاشكال المختلفة اكتبولي في التعليقات، لان الفترة اللي جاية ان شاء الله هتمرن على نط الحبل كتير علشان اقدر اتقن التمرين بطريقة صحيحة. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، وياريت كمان لو تقول رأيك في الفيديو في التعليقات.